ورثة المتوفي المرحوم زياد محمد علي الفقيه الذين هم والد المتوفي الوالد محمد علي مصطفى الفقيه، عرف به الأخ أحمد محمد ناصر الحاج والأخ زياد عتيق محمد الحاج، يحمل بطاقة شخصية برقم وتاريخ. وحضر بحضوره والد المرحوم زياد محمد علي الفقيه الوالد محمد علي مصطفى الفقيه، حاضرا عن نفسه وحاضرا عن القاصرين أولاد المرحوم زياد محمد علي الفقيه الذين هم أشواق وحنين ورضا وضياء وعزام وتالع، الجميع أولاد المتوفي المذكور الحاضر عنهم جدهم المذكور، وذلك بموجب حكم التنصيب لجدهم المذكور الصادر من محكمة شرق دمر الابتدائية برقم وتاريخ. وحضر بحضوره والدة المتوفي المذكور الأخت خيرية ناصر حسين الهروجي، وزوجة المتوفي المذكور الأخت جواهر عتيق ناصر الخربي. وحضرت بحضورهم الزوجة الثانية للمتوفي المذكور الأخت هاجر عبد القادر علي محمد العامري، والذي عرف بهم جميعا المعرفين المذكورين عليه. وورثة المتوفي المذكور هم المشمولين في حكم انحصار الوراثة الصادر من محكمة شرق دمار ابتدائية برقم وتاريخ. وثم إن جميع المذكورين صادقوا لدينا مصادقة صحيحة شرعية وفي مجلس الشيخ أحمد صلاح محمد المصري بالتنازل الشرعي منهم جميعا عن دية المرحوم زياد محمد علي الفقيه الذي وافته المنية إثر الحادث المروري الذي أودى بحياة المرحوم زياد محمد علي الفقيه. وهذا التنازل الشرعي من المذكورين أعلاه لوجه الله تعالى، وذلك لمسبب الحادث الأخ علوي ناصر ضيف الله غصين من أهالي قيثة مديرية ولد ربيع بني سكران محافظة البيضاء، وحيث سلم الأخ علوي ناصر ضيف الله غصين لورثة المتوفي المذكورين أعلاه مبلغ وقدره 50,000 ريال سعودي، وذلك تعويضا منه للورثة المذكورين عن السيارة التي وقع فيها الحادث، والتي هي سيارة هيلوكس تويوتا غمارة موديل 2015 لون أبيض تحمل رقم قعدة كذا كذا ورقم محرك ورقم لوحة معدنية كذا كذا اليوم النقد. وقد سلم ورثة المتوفي المذكورين أوراق السيارة المذكورة للأخ علوي ناصر ضيف الله غصين، وصارت السيارة المذكورة في ملك الأخ علوي ناصر ضيف الله غصين. وعلى هذا كان التنازل والمراضاة بين ورثة المتوفي المذكورين أعلاه وبين الأخ علوي ناصر ضيف الله غصين. تم هذا بحضور الشيخ أحمد صلاح محمد المصري وحضور الشيخ صالح علي الدبا من قبائل الحدا والأستاذ بندر الدحملي وعبد الولي المصنعي والمعرفين المذكورين أعلاه، والأخ عز الدين سحلول والأخ بندر محمد علي الفقيه حرر في تاريخه. وعلى هذا أبهم الجن.